أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساكم كل خير. طبعا من خلال برنامج تقدر وتقدرين ونقدر كلنا أن نغير حياتنا للأفضل. الحقيقة معاناة أهل الرويس والقضية التي أصبحت قضية رأي عام، الحقيقة من خلال جولتنا في حي الرويس ومن خلال رؤيتنا في البرنامج أن نصل إلى حلول مرضية لأولا الساكنين والقاطنين في هذا الحي من مئات السنين، ولهم أحقية البقاء في هذا الحي وتطوير وتنمية هذا الحي أو تنظيمه بالشكل الذي هم يرونه الملاك في حي الرويس. الحقيقة التقينا اليوم بعمدة حي الرويس الأستاذ طلال الجحدري، حياك الله. أهلا وسهلا، مساء الخير. الله يحييك أستاذ طلال. يعني اليوم نحن توجهنا لك وأنت تعتبر هرم حي الرويس بحكم أنك عمدة الحي. ماذا ممكن أن نقول في هذه القضية الشائكة؟ القضية كما تفضلت الآن صارت قضية رأي عام، وأنا من باب الأولى أني أقول كلمة واحدة فقط. أتمنى منكم أنتم كقناة إعلامية اقتصادية في التلفزيون السعودية وقناة حكومية أن تتقابلوا أو تسووا لقاء مرئي على للرأي العام ما بين سعادة المستشار حسن الجحدري وفريقه حق المحامين مع من يرغبون هم كشركة جدة من أي محامي لهم أو أنهم يجون شخصيا ويتقبلون شخصيا في رأي عام ويوضع على المرأى العام ويعرفون من الصح ومن الغلط إن شاء الله بإذن الله. طبعا أعزائي المشاهدين، طبعا هنا تتوقف الحوارات وتتوقف النقاشات حول هذا الموضوع، وبالتالي يلقون بهذا الموضوع وهذا الملف الكبير على طاولة المعنيين والمسؤولين بتطوير أو تنظيم حي الرويس. هذه المواجهة قد تصل بهم إلى حلول ترضي الطرف الأول اللي هو أحق والأهم شرعيا وقانونيا وأيضا بالعقل. أيضا يسعدنا أن يكون معنا سعادة المستشار حسن الجحدري، حياك الله. أهلا وسهلا، حياك الله ونشكرك على إتاحة الفرصة للجميع. طبعا أنت اليوم كلفت الحقيقة من أهالي الرويس بأن تكون طبعا المستشار، وطبعا بتكون المحامي الشرعي عنهم وتناضل وتتكلم عنهم في كل مكان. ماذا ممكن أن نقول عن هذه القضية وكيف ممكن نصل إلى حل يرضي الأطراف جميعا؟ أولا نحن في الرويس نطالب بالتطوير ونحرص أن نكون أعضاء فاعلين في التنمية. أهل الرويس يطمعون أنهم يصلون إلى تطلعات القيادة الرشيدة، كما أن بلدنا هي القبلة الأولى للمسلمين في كل مكان. نتمنى كذلك أن نكون القبلة الأولى في الحضارة والتنمية والتطوير وإعادة البناء، لكن بما يتوافق مع أنظمة الدولة وبما يتوافق مع تطلعات المواطن والساكن في حي الرويس. نحن في الرويس نطالب بالتطوير، لكن نقف حجر عثرة على نقل أملاك الأهالي باسم التطوير ل5 من رجال الأعمال. لذلك من أجل الشفافية ومعرفة من الذي جالس يعوق التنمية والتطوير للأحياء العشوائية، نطالب بحوار شفاف مباشر ومواجهة مع رجال الأمانة ممثلين بمعالي الأمين هاني أبو راس، وكذلك مع شركة جدة، وكذلك مع شركة ريسان، ومع جميع المعنيين بهذا الموضوع، حتى نبين للرأي العام من الذي جالس يعرقل مشروع تطوير الأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة. هل هو المواطن أم رجل الأعمال؟ والرأي العام هو الذي يحكم بين الجميع كي تعرف الحقائق. نحن في الرويس نسعى بكل جهد أن ندافع عن أنفسنا بالطرق المشروعة. تم تواصلنا الحمد لله مع ولاة الأمر، وتم تواصلنا مع الجهات القضائية في المملكة، ولدينا ثقة كبيرة وحسن ظن كبير في ولاة أمرنا أننا متى ما أوصلنا الصورة واضحة جلية لهم أن المظالم عن الرويس سوف ترفع. نحن في الرويس أقول بكل أسف محاصرون بما تعنيه الكلمة. ففي الرويس يمنع على المواطن إدخال الكهرباء أو الترميم
أو البناء أو غير ذلك، كل ذلك ممنوع باسم هذا المشروع الذي أصبح المواطن رهين ومسلوب الحقوق بسببه. وأعيد وأكرر أشكر لك أخي عبد الرحمن على إتاحة الفرصة، وأتمنى إنه التلفزيون السعودي بحكم أنه حكومي يتبنى هذه الفكرة. فنحن دائما نتمنى من الجهات الإعلامية الحكومية أن تفتح المجال للمواطن من باب الرأي والرأي الآخر. عندما نصل لهذه المرحلة حتما ستكون هناك مشاريع تنموية فيها شفافية تتوافق مع رؤية السعودية 2030. وأكرر شكري وبارك الله فيك. ونحن طبعا بدورنا في برنامج تقدر دائما نصل إلى الشفافية، ونحاول أن نقول للناس تقدروا. وطبعا كيف نقدر الطريقة الصحيحة التي توصلنا إلى أن نكون طبعا مجتمع حيوي، وهذا ما تطالب فيه الرؤية 2030، بأن يصبح المجتمع أكثر حيوية ويصبح المجتمع متفاعل مع القيادة ليصبح عندنا تنمية اقتصادية اجتماعية. شكرا لكم من جديد. شكرا. شكرا.